الضحية رقم 12 وإنذار شديد اللهجة من بيراميدز برباعية على حساب الاتحاد، وإنذار شديد اللهجة من تاني بس المرة دي من لاعبي النادي الأهلي. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلي وسلم على اللي يشفع فيا وفيك، وما تنساش ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وما تنساش برضو الدعاء بالرحمه والمغفره للاعب احمد رفعت اللي وفاته المنيه من يومين، ربنا يصبر اهله ويرزقهم الصبر والسلوان. الاهلي بيفوز على فريق طلائع الجيش من جديد للمره الثانيه في خلال اسبوع واحد، والمره دي بهدفين مقابل لا شيء. في ناس كتير كرهتنا في الكوره بصراحه بتواجدها جوه الملاعب او تواجدها جوه النادي اللي احنا بنشجعه وبنحبه. طاهر محمد طاهر، محمد هاني، احمد عبد القادر، الناس دي مش عارفه تطور من نفسها. محمد هاني لحد النهارده احنا لسه بنقول عليه لاعب ناشئ رغم ان هو تجاوز ال 28 عام من عمره. احمد عبد القادر لاعب مهاري، لاعب فوق الممتاز بشويتين، ولكن مش عارف يطور الموهبه اللي عنده. طاهر محمد طاهر لا حول ولا قوه الا بالله. طاهر محمد طاهر مكانه مش النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر لو اخد رجل المباراه في المباراه اللي فاتت او اللي قبليها، فلو لعب 100 مباراه مش هياخدها من تاني. قبل بس ما ندخل في الكلام بتاع الفنيات عن الماتش بتاع النهارده، احب اقول لك ان فيستون مايلي اللي هو المهاجم بتاع نادي بيراميدز حصل على الانذار الثالث. في كلام انه حصل على الانذار الثالث في المباراه بتاعت سموحه اللي فاتت، ولذلك ما ينفعش انه يكون متواجد في المباراه بتاعت النهارده امام الاتحاد. ولو ثبت فعلا الكلام ده، لان في ناس كتير بتتكلم عليه، لو ثبت فعلا حاجه زي كده فهيعتبر نادي بيراميدز مهزوم طبقا للائحه بنتيجه 2-0، وده خطا اداري بيبقى موجود عند فريق بيراميدز. ده الكلام اللي ماشي على السوشيال ميديا حاليا، الله اعلم صحته من عدمها، لكن انا مجرد بنقل لك المعلومه، ورزقي ورزقك على الله. لكن خلينا بقى نتكلم في الحلقه بتاعت النهارده بتاعت الاهلي وطلائع الجيش، واللي فيها بهاريز. لا بهاريز هي ما فيهاش حاجه، الشوط الاولاني يعتبر ما فيهوش اي حاجه، انما البهاريز كلها هي في الشوط الثاني، واللي يثبت لك فعلا ان انت معاك مدرب على قدر عالي جدا 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 من الكفاءه. لكن خلينا ناخد الماتش حته حته كده. والشوط الاولاني الاهلي لا طعم ولا لون ولا اداء، مفيش اي تكتيك فني على ارض الواقع. ولذلك لو تلاحظ ان في الدقيقه 44 بالظبط في 2 لعيبه قاموا سخنوا من جانب النادي الاهلي، ودي اول مره تحصل من جانب مارسيل كولر انه يقوم لعيبه تبدا ان هي تسخن في نهايات الشوط الاولاني، لان الاداء اللي كان موجود في النادي الاهلي في الشوط الاولاني لا هو يسر عدو ولا يسر حبيب. النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يعمل تركايه كده او حته فنيه معينه. طاهر محمد طاهر موجود على الجنب اليمين قصاد محمد هاني اللي كان موجود في مركز الظهير الايمن، والاثنين كان مستواهم زي الزفت. الطريقه اللي كانت بتتنفذ قبل كده من جانب مارسيل كولر ان الاثنين جناحات بيضموا لقلب ال 18 علشان يدوا حريه شويه للاثنين باكات ان هم يبداوا يلعبوا عرضيات او يلعبوا الكور على الارض، وده اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت. لكن الماتش بتاع النهارده احنا شفنا كلام مختلف تماما، لقينا ان طاهر محمد طاهر بيستلم الكوره من محمد هاني وهو بره ال 18 اساسا، ومحمد هاني بيبدا ان هو يجري بالكوره علشان يعمل عرضيه، وزي ما احنا عارفين محمد هاني مش بيعرف يعمل اوفرات. بالاضافه كمان ان طاهر محمد طاهر لما بيستلم الكوره من محمد هاني، طاهر محمد طاهر بيتاخر قوي علشان يسلم له الكوره من جديد. وانما يا جماعه زي ما بتدوروا على ظهير ايسر بديل لعلي معلول، دوروا لنا كمان على ظهير ايمن بديل لمحمد هاني، علشان احنا كمشجعين تعبنا، والله العظيم تعبنا لما يبقى فرقه متهلهله قدامك زي طلائع الجيش مش عارفه تعمل اي حاجه غير ان هي تبغتك بس بهجمه مرتده، لان انت دفاعاتك النهارده بالصلاه على النبي في الشوط الاولاني ملط. سواء ياسر ابراهيم ولا محمد عبد المنعم الاثنين كانوا بيتلموا في كوره واحده عادي جدا، وكنا بنروح نلاقي الكوره انفراد لصالح طلائع الجيش، وبنلاقي ان اوفا كان واقف زي الاسد النهارده، واللي من وجهه نظري هو رجل المباراه، لان لولا الكام كوره اللي انقذهم طبعا شوبير كان زمان فريق طلائع الجيش جايب الهدف الاولاني ومتكتل جوه ال 18 بتاعه، مش هتعرف تطلعه الا لما تجيب الهدف الاولاني وتتقدم عليه كمان بالهدف الثاني. دي طريقه لعب بفرق الدوري المصري اللي كلنا عارفينها. خلص الشوط الاولاني اللي ما كانش فيه اداء فني بربع جنيه حتى للخط الهجومي ولا الخط الوسط، وطبعا زي ما انا قلت لك الدفاع بتاعنا كان ملط، فالثلاث خطوط كانوا مضروبين. تعال بقى للشوط
الثاني. في الشوط الثاني علشان بس تعرف ان انت عندك مدرب على قدر عالي من الكفاءه، عرف الغلط اللي موجود فين وقدر ان هو يبدل محمد هاني ويطلعه وينزل مكانه عمر كمال عبد الواحد اللي قدر يسد زي الاسد سواء هجوميا او دفاعيا. بالاضافه ان هو حب يعالج الخلل اللي موجود في وسط الملعب، لانه طلع مروان عطيه ونزل مكانه عمرو السوليه. ونقطه صغيره كده ليك، لو كنت تلاحظ في الشوط الاولاني كنت هتلاقي مروان عطيه بيروح لناحيه الوينج اليمين علشان يسلم ويستلم. انا اول مره في حياتي اشوف ديفندر المفروض ان هو واقف مسمار يسلم ويستلم في وسط الملعب الاقيه بيسلم ويستلم ناحيه الوينج اليمين. هو محمد طاهر كان فين؟ محمد هاني كان فين؟ هي دي الاخطاء اللي وقع فيها الاهلي الشوط الاولاني، واللي تم معالجتها الشوط الثاني بنزول طبعا عمرو السوليه علشان يمسك خط النص بقبضه من حديد ويدي حريه كبيره لامام عاشور اللي كان متعطل ومتكتف الشوط الاولاني نتيجه للهجمات المباغته اللي بتحصل من جانب فريق طلائع الجيش. وما كانش كمان المنطقه اللي قدام ال 18 بتاعه طلائع الجيش كانت فاضيه، لا كان فيها تكتل لحد كبير جدا، ولذلك امام عاشور ما كانش عارف ياخد راحته في الحركه. اما الناحيه الشمال طبعا فانت عندك احسن وينج حاليا يعتبر موجود في مصر وهو حسين الشحات. حسين الشحات اللي بيحرك الركام اللي مرمي على جنب، نزل طبعا مكان احمد عبد القادر علشان يعلن الاهلي تقدمه بالهدف الاولاني عن طريق عمرو السوليه في الشوط الثاني بشوطه من امام عاشور تضل طريقها وتوصل لحد عمرو السوليه امام المرمى اللي يعتبر كان خالي، لان طبعا هو فرق ما بينه وبين حارس المرمى متر او مترين بالكتير يعني. وطبعا عمرو السوليه يرزعها في المرمى علشان الاهلي يتقدم بالهدف الاولاني. ومش بس كده، ده كمان عمر كمال عبد الواحد يكمل المسيره بتاعه الاهلي في الشوط الثاني ويرمي باص ولا اروع. علشان تعرف بس قيمه الباك يا محمد يا هاني، تعرف قيمه الباك، ان الباك مش بس موجود على الاطراف، ان الباك مش بس يقف دفاع، ان الباك مش بس يفضل واقف هجوم، لا الباك بيتحرك زيه زي الوينج بالظبط حسب تعليمات المدرب، بل الضغط بيبقى اعلى جدا على الباك اليمين والباك الشمال، لان دول يعتبروا هم اللي بيقدموا الفرقه لقدام بجانب خط الوسط، وبيرجعوا ان هم يتمركزوا لورا علشان يصدوا اي هجمه تطلع من جانب الفريق المنافس على الفريق بتاعه. وطبعا اللي شفناه من عمر كمال عبد الواحد في الهدف الثاني انه تقدم هجمه عنتريه طلع بيها عمر كمال عبد الواحد علشان يبصيها بصه محترمه جدا لوسام ابو علي، اللاعب الرايق، اللاعب الراسي، اللاعب الهادي، علشان يعلن عن تقدم النادي الاهلي بالهدف الثاني والهدف الثامن لوسام ابو علي خلال مجريات الموسم ده. الشوط الثاني شفنا لا مركزيه بشكل كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، شفنا تحركات من لاعبين كتير من خط وسط النادي الاهلي كنت بتلاقيهم جوه ال 18 زي طبعا عمرو السوليه في الهدف الاولاني، وده اللي كان الاهلي عايزه علشان يخلص الماتش على طول. واحنا من فتره كبيره ما شفناش الاهلي مش قادر ان هو يتقدم في الشوط الاولاني، لكن الاهلي الحمد لله عدى المباراه بتاعت النهارده بسلام. وطبعا احنا عارفين ان في تحليل فني كامل شامل لاداء فريق بيراميدز وازاي الاهلي هيقدر يخلص في الماتش بتاع بيراميدز ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. عموما بقى لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وخبطنا لايك متين عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.